من أكبر البلاد اللي موجودة في منطقة بوليا أو بيسموها أبوليا بالإنجليزي. موجودة في جنوب إيطاليا. من أكبر البلاد اللي موجودة في المنطقة ديت بلد اسمها باري. تمام. البلد ديت تعتبر هي المين اب لكل الناس اللي عايزة تيجي مثلا تقعد أكتر من يوم في المنطقة ديت وتبدأ تستكشف كل الإقليم دوت. تعالوا أفرجكم كده في السريع عن السيتي سنتر بتاعها وعن الحاجات اللي موجودة جواها. يلا بينا. حاجة من الحاجات الجميلة جدا اللي عجباني في البلد ديت ان البلد كلها الشوارع بتاعتها بتوصلك للبحر بتاعها. تمام. والحاجة التانية الجميلة اللي الشوارع ديت الفواصل بتاعتها عاملينها مكان تمشي فيه بس، يعني بيسموها اريا بيدونالي بالايطالي، يعني ممشى. اوكي، يعني مفيش عربيات بتدخل. العربيات اللي انت شايفها ورايا ديت بتدخل بس في الطرق الاساسيه اللي بتوصلك للبحر، لكن الممشى اللي هو الطرق الجانبيه بتاعتها العربيات ما بتدخلش فيه. وده كله عشان الناس اللي بتحب تعمل شوبينج تيجي هنا وتتمتع بكميه المحلات اللي موجوده. حاجة من أكتر الحاجات اللي مشهورة هنا في باري هي الفوكاتشا باريزي، نوع من أنواع البيتزا اللي ما بتتعملش غير في باري، بتبقى تخينة وما بيتحطش عليها تفاصيل كتير من فوق. ممكن تعمل بالطماطم، تتعمل بالزيتون، بس بيبقى طعمها ملوش حل، طرية كده وجميلة. تعالى ناخد منها حتة كده وأوريها لكم. Possiamo prenotare pure ma أهي زي ما أنتوا شايفينها أهي، بتبقى تخينة شوية، بيبقى عليها الطماطم من بره وبتبقى مقرمشة من تحت. هي ديت البيتزا بتاعت باري المشهورين. حاجة من الحاجات الجميلة برضو اللي بتعجبني في البلد ديت ان هي زي ما انا بقول لكم حجمها كبير شوية، فيها شوية محلات، فيها سيتي سنتر كده تعرف تتمشى فيه، وفي شوية حركات بالليل، وفي نفس الوقت حتى لو زحمة ما بتحسش جامد اللي هي زحمة لانها كبيرة شوية. والحاجة الجميلة برضو اللي بتعجبني في البلد ديت ان فيها البحر. في برضو العجلة اللي انتوا شايفينها ورايا ديت بتلف وبتتفتح بالليل، وممكن منها تشوف باري وتشوف كل البلاد اللي حوالين باري منها. حاجه جميله، فكره حلوه بصراحه، وبحر بجد جميل يعني، فاهم قصدي؟ تطلع كده تتمشى على البحر وبتاع رايح جاي، ولا اروع من كده. يلا بينا نكمل. دلوقتي بقى يا شباب وصلنا لبلد من اشهر البلاد اللي بيسموها انستجرام مابيلا، اللي يعني بيجي ياخدوا فيها الصور عشان يحطوها على انستجرام. يعني من اشهر البلاد اللي العالم كله عارفها، واللي بيجي سياحة في المنطقة ديت بالذات بيحب يجي المنطقة ديت عشان يتصور فيها ويتفرج على الشط ده. انا بتكلم على بولينيانو ماري. في ناس كتير قوي ممكن ما تعرفش الاسم بتاعها، بس تعرف البلد نفسها، تعرف الصورة نفسها، اكيد شافتها يعني. تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناة. وانا اسمي ايمن والقناة بتاعتي اسمها ايمانو فلوج. لو عايز تعرف معلومات كتير عن ايطاليا من الجانب السياحي ومن الجانب المعيشي ما تنساش تتابع القناة، وانتظر معايا الفيديو اللي جاي عشان تعرف كل التفاصيل عن البلد الجميلة دي بولينيانو ماري، واقدر اوعدك انك مش هتندم. ودلوقتي تشاو.